السلام عليكم، انا خالد رغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم ازاي تذاكروا الفيزياء. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. مذاكرة الفيزياء من الحاجات اللي انتوا لازم تبقوا فاهمين بتذاكروها ازاي قبل ما تبدأوا تذاكروها. طب ازاي نفهم؟ الفيزياء بتتقسم لحاجتين اساسيتين: الجزء النظري والجزء بتاع المسائل. الجزء النظري ده بيتذاكر ازاي وجزء المسائل ده بيتذاكر ازاي؟ الجزء النظري ده بيعتمد على حاجتين، على الفهم وعلى الحفظ، والفهم اهم من الحفظ في الجزء النظري عشان الجزء بتاع الفهم هو اللي هيساعدكم في النظام الجديد. من اكتر الحاجات القليله اللي تحصل ان هو يجيب لك سؤال نظري مباشر من الكتاب، ما بقاش في موضوع اكتب تعريف، الكلام ده ما بقاش موجود. ممكن يكون موجود في طلبة الازهر، انا معرفش، وغالبا حتى طلبة الازهر النظام اتعدل لهم وبقى بيجي لهم اسئلة برضو مش مباشرة. فعشان كده انسوا موضوع التعريفات، انسوا موضوع اللي هو علل والحاجات اللي موجودة اصلا في كتاب الامتحان، بالذات في وزارة التربية والتعليم مش الازهر. بيجيب لهم الحاجات اللي مش موجودة في الكتب، اغلب الحاجات بتبقى قريبة من الكتب ولكن مش هي بالظبط. فعشان كده في الجزء النظري لازم نفهم كويس جدا جدا جدا، وبعد كده نحفظ. الحفظ مهم جدا في الاحياء وفي الجزء النظري بتاع الفيزياء، وفي الكيمياء كمان المهم جدا جدا الحفظ. الحفظ من الحاجات اللي هتسهل لكم استرجاع المعلومة بسرعة، مش هتقعدوا تتأتأوا كده ومش فاكرين وبتحاولوا تبينوا فهمكم فانتوا مش عارفين توصفوا انتوا عايزين تقولوا ايه. الكلام ده كله حله الحفظ. كده احنا خلصنا الجزء النظري. الجزء النظري مهم جدا في كل درس، كل درس هتلاقوا فيه اسئله نظري، ما فيش درس في الفيزياء ما فيهوش اسئله نظري. ومن اكتر المدرسين اللي كان بيدي اهتمام للنظري مستر محمد عبد المعبود ومستر محمود مجدي. مستر محمد عبد المعبود على اليوتيوب منزل فيديوهات هتلاقوها حلوه جدا وفيها اسئله نظري بيقولها في وسط الشرح، تقدروا تكتبوها وتراجعوا منها كل فتره. وبرده مستر محمود مجدي على المنصه او على الفيديوهات بتاعه اليوتيوب هتلاقوه بيقول اسئله نظري برده مهمه جدا. بالنسبه لجزء المسائل، فجزء المسائل من الحاجات المهمه جدا. طيب ازاي جزء المسائل من الحاجات المهمه؟ جزء المسائل من الحاجات اللي انتوا اصلا هتلاقوا اغلب امتحان اخر السنه جاي منها. طب هنحل ازاي؟ مهم جدا في المسائل ان انتوا تحلوا كتير جدا على قد ما تقدروا، بالذات انا بكلمكم في فيزياء. الفيزياء من اهم الحاجات اللي محتاجه حل، محتاجه حل كتير من كل الكتب الخارجيه. هقول لكم دلوقتي على الكتب، انا كنت عملت طبعا فيديو قبل كده عن احسن الكتب الخارجيه هتلاقوه موجود على القناه، وبرضه هتلاقوا فيديوهات تانية عن حل التراكمات وعن الحاجات دي كلها. كل ده هتلاقوه في القناه، فما تنسوش تعملوا اشتراك وتحطوا لايك على الفيديو. هنحل مسائل ازاي؟ لازم نحل كتير جدا جدا. قايل لكم على اغلب الكتب عندنا مثلا ان انا برشح دايما ان احنا نبدا بكتاب الامتحان، لانه الكتاب المعتمد من الوزاره والكتاب الرسمي مستواه ما بيكونش عالي قوي ولا نازل قوي، بيكون متوسط. وبعده بفضل كتاب الوافي. كتاب الوافي فيه اسئله كتيره جدا، بيزود الاسئله، فده بيساعد ان انت تمرن ايدك كتير في الاسئله. ممكن يكون مستواه مش اقوى حاجه ولكن بيمرنك كتير على الحل، فده انا بحبه بعد كتاب الامتحان. وممكن لو مش عاجبك الوافي عايز تبدله بحاجه فتبدله بكتاب نيوتن. كتاب نيوتن برضو كان في اسئله مش كتيره قوي زي الوافي ولكن في اسئله متوسطه برضو. بعد كل دول لو انت حسيت ان انت اتقنت الدرس ما تقلقش وخش على كتاب الوسام على طول. في ناس كتير بتقلق من كتاب الوسام، بتحس ان هو صعب اوفر. لا يا جماعه عادي، خشوا هتلاقوا الاسئله مش صعبه قوي زي ما الناس بتقول. هتلاقوا لو انتوا فاهمين الدرس وعديتوا بكتاب الامتحان بعد كده كتاب الوافي او نيوتن وفهمتوا الدرس، هتلاقوا كتاب الوسام كويس. ممكن يقف معاكم طبيعي مسائل ولكن مش هتبقى كتير، هتبقى مثلا 5-6 من كل مثلا 20 سؤال، وده بالنسبه لكتاب الوسام واللي انتوا بتسمعوا عنه فاكيد ده مش كتير. في برضو كتاب التفوق نزل لكم. كتاب التفوق في الفيزياء طبعا ما كانش نازل لنا، يعتبر كتاب التفوق نزل السنه اللي بعدنا اللي هي سنتكم، فانا ما شفتوش او مش ما شفتوش، انا شفته بس ما تعاملتش معاه، ما جربتش احل فيه قبل كده. ولكن كان نازل عندنا في كتاب التفوق الاحياء والكيمياء والجيولوجيا تقريبا، فكان بصراحه كتاب التفوق في المواد دي كان كويس جدا، كان بيدي مسائل صعبه شويه، فممكن تخلوه بعد كتاب الوافي لانه اصعب من كتاب الوافي ونيوتن شويه. ولكن اهم من كل الكتب اللي انا قلتها دي وكل الحل اللي انا قلته ده ان انتوا تسجلوا اخطائكم. تسجيل الاخطاء يا جماعه بيفرق بطريقه مش طبيعيه. خلي بالكم احنا بنسجل اخطاء، مش شرط ان انا اكتب السؤال كله واكتب الرسمه بتاعته واكتب الاجابه واكتب كل ده. انت ممكن تكتب سؤال كذا كتاب كذا صفحه كذا، تمام؟ ده هيخليكم
تعرفوا السؤال موجود فين، عشان في المراجعة النهائية تفتحوا الكتاب اللي موجود فيه السؤال ده، تشوفوا السؤال وتشوفوا الإجابة. وعايزكم انتوا بتكتبوا الإجابة تكتبوا تصحيح الإجابة. تصحيح الإجابة هتكتبوه ازاي؟ هتكتبوا كأنكم بتشرحوا لواحد ما يعرفش أي حاجة. اسمعوا مني، اكتبوا، لا يعني اكتبوا تصحيح السؤال كأن حد ما يعرفش حاجة، عشان في المراجعة النهائية لو كتبت على ان انت فاهم اصلا فبتكتب اختصارات او بتكتب حاجات انت فاهمها دلوقتي، في المراجعة النهائية ممكن ما تبقاش فاكر الحاجات دي وهتلاقي نفسك مش فاهم انت كنت كاتب ايه. فصدقوني اكتبوا كأنكم بتكتبوا لحد لسه مش فاهم حاجة. طيب انا كنت باخد مع مين في الفيزياء؟ كنت باخد مع مستر عبد المعبود في اول السنة منصة، ولكن قعدت معاه 5 محاضرات بس عشان كان المحاضرات مدتها طويلة قوي، فكنت باخد اليوم كله. المفروض طبعا تتقسم على كذا يوم، ولكن انا كنت عامل يوم في الفيزياء، وطبعا الكلام ده مش احسن حاجة لسه هقول لكم عليه. كنت عامل يوم الفيزياء كنت باخد اليوم من اوله من الفجر واقعد لحد الساعة 12 على ما اخلص المحاضرة واحل كمان الكتاب بتاع مستر عبد المعبود. فغيرت مستر عبد المعبود ورحت مستر محمود مجدي، وفضلت مكمل مع مستر عبد المعبود ولكن يوتيوب. وده كان بيساعدني، ولكن هو كان بياخد وقت شوية، بس بصراحة في الفهم كان بيبقى جامد جدا. كنت بتفرج على مستر محمود مجدي وبعد كده اتفرج على مستر عبد المعبود على اليوتيوب، فكان بيفرق معايا جدا. والتلخيصات بتاعت مستر عبد المعبود كانت حلوة جدا جدا. يقول لي انت هتحل كل الكتب دي ازاي؟ اللي قلتها كتب كتير جدا جدا جدا. حل الكتب ده ما بيبقاش بالعشوائية، ما بيبقاش في ان انا خلصت درس فانا هحل يلا كتاب الامتحان كتاب التفوق كتاب الوافي، الكلام ده لا. انا بخلص الدرس بحل من كتاب المدرس لو موجود، طيب كتاب المدرس مش موجود هحل من كتاب الامتحان، تمام. بعد كده اليوم اللي بعده او اليوم بعد اللي بعده بالكتير احل من كتاب تاني، خلصت. اليوم اللي بعده او اليوم اللي بعد اللي بعده هحل من كتاب تالت، وهكذا. لازم تقسموا الحل على كذا يوم، لازم تعملوا جدول. انا كنت عامل جدول ان انا عشان كان كل المواد كمان عندي اونلاين، فكان ده شيء مساعدني. انا اونلاين من اول السنة لاخر السنة واخد اونلاين، فكنت عامل جدول ان انا يوم السبت مثلا محاضرة فيزياء، بعد كده احل عليها من كتاب مستر محمود مجدي. بعد كده يوم الحد مثلا احل من كتاب الامتحان زائد محاضرة الفرنساوي اللي عندي او محاضرة الجيولوجيا اللي عندي. بعد كده عندي محاضرة احياء وهكذا. فعشان كده لازم تركزوا في ان انتوا تعملوا جدول يظبط لكم ان انتوا تحلوا في الوقت ده، ان انتوا هتتفرجوا على حصة في الوقت ده، فده هيساعدكم في ان انتوا تحلوا اكتر. وتاني مرة بقولها لكم، تسجيل الاخطاء اهم من الحل. انت ممكن تحل كتير جدا، طب انا غلطت، انا مش عارف انا غلطت في دي ليه، يلا عديها، حل تاني حل تاني. اللي بغلط فيه ما بعرفش تصحيحه ايه، وانا غلطت ليه؟ هل انا غلطان عشان مش عارف القانون؟ هل انا غلطان عشان جمع وطرح اتلخبطت فيهم؟ هل انا غلطان عشان ما ربطتش المعلومة دي بدي؟ لازم نعرف السبب ونعرف التصحيح، ونكتب كل ده في ايه؟ في الدفتر بتاع الاخطاء. ومن اهم الحاجات برضو ان انتوا تعملوا تلخيص للفيزياء، حتى لو مش هتعملوا تلخيص كبير لان الفيزياء اصلا اغلبها مسائل، فانتوا هتعملوا تلخيص للقوانين بس، او هتزودوا مع القوانين الجزء النظري كده تلخصوه بصورة بسيطة كده في الكتاب، فده هيساعدكم ان انتوا تراجعوا اسرع بعد كده. وانا عامل تلخيصات كتير جدا للفيزياء وللكيمياء وللاحياء، وعامل تلخيصات لكل المواد. التلخيصات بتاعتي في دفعة 2024 تلخيصات مجمع لكم فيها كل اللي اتقال في الشرح، كل اللي اتقال في المراجعة النهائية، التريكات كلها، كل ده هتلاقوه على التيك توك. الرابط بتاع التيك توك موجود في صندوق الوصف، روحوا اعملوا فولو وشوفوا الملخصات من هناك. واللي بعد كده وهو التأسيس. انا عارف ان في لحد دلوقتي ناس لسه ما بدأتش فيزياء، شايفين ان الفيزياء صعبة، كل ما يبدأوا يحسوا ان هما مش فاهمين اي حاجة فيها، فده محتاج تأسيس. مش عيب ان انت تاخد تأسيس من الحاجات المهمة جدا جدا. هتلاقوا مستر محمود مجدي تقريبا كان عامل فيديو تأسيس انا كنت شفته في اول السنة خالص، وهتلاقوا اكيد مدرسين تانيين عاملين فيديوهات تأسيس. فيديوهات ما بتاخدش وقت كبير، ولكن هتساعدكم في ان انتوا تفهموا اصلا الاساسيات اللي هتساعدكم ان انتوا تعلوا بمستوى التفكير وتعلوا في المنهج وتعرفوا تحلوا اسئلة مستويات عليا. اخر حاجة معانا وهي المراجعة. الفيزياء محتاجة مراجعة يا جماعة، مهمة جدا في الفيزياء. هتيجي في المراجعة النهائية هتحس ان الباب الاول ده انت نسيته، مش فاكر منه اي حاجة. الباب الاول عشان في ناس كتير كمان كانت بتشتكي منه في الكومنتات وبيقولوا لي ان احنا مش فاهمين الباب الاول، مش عارفين نحل عليه، بنغلط كتير فيه. الباب الاول ده فيه كمية افكار مرعبة،
في كمية افكار كتيرة جدا جدا، بس الفكرة في ايه؟ ان احنا بنحل اللي نقدر عليه، احنا بنقعد نحل. انت لو مشيت بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، ان انت تحل من كتاب الامتحان، كتاب الوافي، بعد كده كتاب التفوق، كتاب الوسام، كل ده انت يعتبر خدت اغلب الافكار. بس الفكره ان انت بتكمل بقى، تقعد تراجع اكتر من مره. يعني انا دلوقتي مثلا في الباب الثالث، اتوقع ان انتوا بداتوا في الباب الثالث او في اخر الباب الثاني، حاجه زي كده. فانا دلوقتي في الباب الثالث مثلا، فانا هرجع في يوم احاول ان انا اظبط جدولي، ان انا اخلي يوم مثلا جمعه او يوم السبت او اي يوم من دول ان انا ارجع لباب مثلا من الفيزياء، طب الاسبوع اللي بعده ارجع لباب من الاحياء، وهكذا اقعد اراجع كل شويه على اللي فات. اجيب باب الفيزياء ده اعمل فيه ايه؟ طب مراجعتي هتبقى عامله ازاي؟ مراجعتي هتبقى عباره عن ان انا في باب الفيزياء ده هقرا الشرح النظري سريعا، او اقرا القوانين اللي انا كتبتها والملخص اللي انا عملته. ما عملتش ملخص، اقرا الدروس بتاعت الباب ده بسرعه، ما اخدش وقت في الشرح يا جماعه، ما اخدش وقت في الشرح، لان احنا اصلا مذاكرين واحنا بنراجع بس، فباخدش وقت في الشرح. وابدا في الحل، اقعد احل كتير 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 على قد ما اقدر، احل كتير. منين ما انا خلصت المفروض يا خالد ان احنا خلصنا كتاب الامتحان وكتاب نيوتن وكتاب التفوق وكتاب الوسام، هحل منين؟ الكتب ما بتخلصش. يعني عندكم في كتاب الفيزياء في كتاب الدليل، كتاب الدليل عامل الفيزياء تقريبا، فعندكم كتاب اهو زي كتاب الدليل تقدروا تحلوا منه. ما حلتش الاربع كتب دول، فاضل كتاب، الكتاب ده حلو في المراجعه وانا براجع. فالموضوع سهل، ما تصعبوش الموضوع على نفسكم، الموضوع بسيط. المهم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم وتحلوا كتير في الفيزياء. فدي كانت الفيزياء، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، برد عليكم كلكم. عارف ان انتوا داخلين على فتره، ان انتوا داخلين على النص، اللي هو انا ولا عارف اخلص اللي انا خدته مراجعه، ولا عارف اخلص المنهج، لسه في جديد وفي قديم. عارف الفتره دي، بس صدقوني فتره هتعدي، فتره مش اصعب حاجه لسه. هتلاقوا في اخر السنه المدرسين بيجروا اكتر من كده، فاللي وراه حاجه يلحق يلمها. احنا السنه بتجري، فاضل حوالي 6 شهور. صدقوني ال6 شهور دي مش هتلاقوها كتير، هتلاقوها عدت بسرعة. فشدوا حيلكم اكتر من كده. واللي عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.